بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم على قناة أبرار التعليمية. مواد تجارية. النهاردة هنقدم إن شاء الله المراجعة النهائية الجزء النظري أو جزء من الجزء النظري في المحاسبة الحكومية بمناسبة اقتراب موسم الامتحانات، فيلا بينا. السؤال الأولاني في المحاسبة الحكومية ودي المراجعة النهائية. عندي هنا هاخد سؤالين بس وسؤال اختر، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة هنبتدي نكمل معاكي الجزئية النظرية علشان تقفل المادة إن شاء الله وتدخل الكلية اللي انت عايزها. السؤال الأول: ما هي قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة؟ عندي مجموعة من القواعد اللي بتيجي في الامتحانات. أنا جبت لك معظم الأسئلة اللي بتتكرر في الامتحانات وحاجة بتغلط فيها، فعلشان تحفظها وبشكل جيد وتبتدي لو جت في الامتحان تعرف تجاوب عليها بنجاح. ما هي قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة؟ أول حاجة عندي 5 قواعد. قاعدة السنوية، إن أنا ببتدي أعد الموازنة العامة للدولة دي لمدة سنة واحدة فقط. الموازنة السنة دي ببتدي أقدر فيها نفقات الدولة ومواردها خلال السنة دي. هل الموارد دي هتكفي النفقات أو المصاريف خلال السنة دي، ولا هيبقى عندي عجز في الموازنة؟ تاني حاجة قاعدة العمومية، ان انا ببتدي اداوم في المحاسبة او في الموازنة جميع الايرادات والنفقات مهما قل شأنها. يعني ببتدي كل الايرادات اللي داخلة للدولة، وبحط في اعتباري كل النفقات اللي هي المفروض الدولة تسددها. ده بيقصد بيها هي قاعدة العمومية. القاعدة الثالثة قاعدة عدم التخصيص، يعني ما ينفعش اخصص ايراد معين علشان يسد او يصرف على مصروف معين. الكلام ده مش واضح اوي، هوضحه لك اهو. تخصيص ايراد معين، يعني انا عندي مثلا السياحة، ما ينفعش ان انا اخد ايراد السياحة اقول ان احنا هنبني بيه مساكن، انا كده خصصه وده بيبقى عيب في الموازنة. رقم 4 قاعدة الوحدة، يعني موازنة الدولة بتعاد مرة واحدة بس، بتشمل جميع إيراداتها ومصروفاتها. بالمناسبة لما جت الوباء بتاع الكورونا، الدولة كانت عاملة الموازنة قبلها بسنة، فلما جت الوباء ده احنا مش عاملين اعتبارنا ومش عاملين حسابنا ان تكلفة الأدوية الجامدة دي، فعشان كده الدولة في الوقت ده لجأت للمعونات، لأن الموازنة كانت معمولة قبلها بسنة ومش محطوط في اعتبارنا أو مش موضوع في اعتبارنا موضوع كورونا. رقم 5 قاعدة التوازن، يعني لازم لما اجي اقدم الموازنة العامة دي عشان توافق عليها من مجلس الشعب، لازم قيمة الإيرادات بتكون بتساوي قيمة النفقات وما يكونش عندي ولا عجز ولا زيادة. السؤال اللي بعد كده: اذكر أهداف الموازنة العامة للدولة. أنا بعمل موازنة ليه للدولة؟ أول حاجة عشان أساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، هبني مشروعات، هبني شركات، هشغل الشباب، هقضي على البطالة، هبني مساكن، هبني مصانع، هبني مستشفيات، هبني مدارس. كل ده بحطها في اعتباري وانا بحط الموازنة العامة للدولة. يعني انا عندي اهداف ببتدي اجمع عشانها النقدية او الفلوس عشان اعمل او انفذ الهدف بتاعي. رقم 2 العمل على خفض تكاليف المعيشة عن طريق الدعم، ان انا ببتدي الدعم بيبقى مبالغ جامدة قوي، فالحكومة بتساعدنا ان هي بتخفض تكاليف المعيشة وبتخفض تكلفة رغيف العيش علشان اقدر اشتريه. رقم 3 المساهمة في تمويل الخزانة العامة للدولة، ان انا اجيب كل الايرادات الخاصة بالدولة والدولة يبقى فلوس عشان نبتدي اصرف صح وما يكونش عندي غلاء، ما يكونش عندي غلاء في الاسعار. رقم 4 ترشيد الانفاق الحكومي، ان الحكومية اساسا هدفها ترشيد المصروفات، يعني الانفاق بتاعي بحاول قدر الامكان اخليه قليل. رقم 5 وده هنستعرض ليه باستفاضة شديدة: العمل على إنجاح بنك الاستثمار في أداء المهام الموكولة له. بنك الاستثمار ده بنك خاص ببناء المشروعات، ولازم عشان ابتدي ابني مشروع عن طريق بنك الاستثمار لازم اعمل دراسة جدوى عشان اتأكد ان المشروع ده هيكسب ولا هيفشل وهيصرف عليا جامد. السؤال اللي بعد كده الأسئلة الصعبة جدا اللي حضرتك بتستهون بيها وبتقول ده أسهل نوع من أنواع الأسئلة. لأ، السؤال ده لا يحتمل إلا إجابة واحدة فقط، يا دي يا دي، مش هيحتملش الإجابتين. اختار الإجابة الصحيحة، ومش هياخد طبعا ال13 عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل، وهنكمل في الفيديوهات القادمة في المحاسبة الحكومية. أول حاجة الموازنة العامة للدولة بتعد عن سنة مالية تبدأ من أول يناير ولا أول يوليو. لا، المحاسبة أو الموازنة العامة بتعد في 1/7 وبتنتهي في 30/6 سنة مالية، ودي التاريخ ده ثابت في الموازنة العامة. رقم 2 من الأسس العامة للمحاسبة الحكومية تكوين ولا عدم تكوين مخصصات. لا، نشرح بقى الحتة دي باستفاضة.
انا دلوقتي جهة ادارية، ما عنديش بنفذ القوانين واللوائح والتشريعات، ما عنديش الات في الوحدة الحكومية اللي انا شغالة فيها، انا ما عنديش الات. يبقى ازاي هعملها مخصصات؟ مخصصات بقى حضرتك يعني اهلاكات، يعني مصاريف اصلح بيها الآلة لو الآلة توقفت عن العمل. انا ما عنديش يعني مثلا ينفع حضرتك تروحي تدفعي تكاليف راوتر نت وحضرتك ما عندكيش نت اصلا؟ ينفع؟ هي الحكاية بالمثل، يعني ان المحاسبة الحكومية قائمة على عدم تكوين ولا مخصصات ولا احتياطيات ولا اي حاجة خاصة بتحويش الاموال، او ان انا ابتدي اجنب جزء من الموارد، لان انا الشركة بتاعتي غير هادفة للربح، الشركة بتاعتي شركة خدمية بتقدم خدمة. رقم 3 الموازنة العامة للدولة، الحاجات اللي احنا حاطينها في اعتبارنا لسه هتحصل السنة اللي جاية، لسه هنصرف السنة اللي جاية، فاحنا ما نعرفش بقى هنصرف كتير ولا نصرف قليل، بس احنا بنقدر، يبقى هي ارقامها تقديرية. بينما الحساب الختامي ده حساب احنا صرفناه السنة اللي فاتت وصرفناه وقدمناه بيان لمجلس الشعب، يبقى ارقامه فعلية، عشان الحساب الختامي السنة اللي فاتت السنة الماضية، والموازنة العامة للدولة أرقام تقديرية مستقبلية. رقم 4 عند إعداد الموازنة العامة للدولة، يجوز ولا لا يجوز تخصيص موارد معينة؟ لا يجوز طبعا تخصيص، عشان ده بينافي مبدأ مهم من مبادئ الموازنة العامة للدولة من قواعد أداتها وقاعدة عدم التخصيص. نيجي رقم 5 ميزان المراجعة اليومي، يعد في نهاية كل فترة كل يوم من واقع دفاتر الأستاذ. يبقى الدفتر ده اسمه دفتر الحسبة اليومية اللي جانبين منه وله. رقم 6 عند التحصيل النقدي لدى خزينة فرعية يكون الطرف المدين، دي الأسئلة اللي حضراتكم بتغلطوا فيها، حساب نقدية تحت التسوية ولا حساب الخزينة؟ لا، حساب نقدية تحت التسوية. الطرف المدين يا جماعة اللي هي بيبقى من فوق من جنب كلمة من حساب، والطرف الدين بيبقى جانب طرف إلى حساب. رقم 7 عند استلام خطاب ضمان يكون الطرف المدين حساب كفالات ولا حساب حوالات؟ طبعا انا ما جبت سيره الحوالات، علشان الحوالات عندي في الدفاتر اسمها اذون صرف، ما جبت سيرتها. خطاب ضمان في الدفاتر اسمه حساب الكفالات، وكلمه كفاله يعني حساب بحط فيه التأمينات اللي انا بحصلها سواء كانت ابتدائيه او نهائيه. نيجي بعد كده رقم 8 وخد بالك معايا، الموازنة العامة للدولة ولا الميزانية العمومية برنامج مالي للخطة عن سنة مالية مقبلة. المحاسبة المالية الحكومية بتاعتي من بداية شرح الحكومية أنا ما ذكرتش لحضرتك أي حاجة خاصة بالميزانية العمومية، أنا ما قلتلكش هنعمل أرباح وسائل، ما قلتلكش هنعمل حسابات نتيجة، ما قلتلكش ده نتيجة نشاط الشركة اللي حضرتك شغال فيها دي ربح ولا خسارة، لا دي شركة حكومة مفيش ميزانية عمومية. يبقى الموازنة العامة للدولة. رقم 9 أهداف محددة وتعتمد من السلطة التشريعية لمجلس الشعب، هي الموازنة العامة للدولة. نيجي بعد كده رقم 9 تستخدم المحاسبة الحكومية في إثبات عملياتها. عندي 3 أساسات، الأساس النقدي والأساس الاستحقاق والأساس المختلط. طبعا أنا محتاجة فلوس دلوقتي عشان أعمل مشروع، أنا مش هستنى بعد 10 سنين لما المحاسبة المالية تديني تقول لي احنا في فلوس مستحقة وفي فلوس اللي عند أفراد ولنا ديون عند شركات، لا محتاجة فلوس نقدية. يبقى أنا في المحاسبة الحكومية بتبع الأساس النقدي. نيجي رقم 10 تطبق المحاسبة الحكومية في الهيئات العامة والمنشآت والشركات. الهيئات العامة اللي هي الهيئات غير هادفة لربح، هي في شركة حكومة مش هادفة لربح، مش بتعمل حسابات نتيجة ولا ربح ولا خسارة ولا أي حاجة ولا قائمة توزيع زي المالية. المنشآت والشركات يعني دي بتستخدم نظام محاسبي هي المحاسبة المالية. رقم 11 يتم إقفال الوحدة الحسابية لمصروفات الأبواب الخمسة خلال شهر يونيو شهر 6. يمكن تخزين المعلومات فيها بسعة كبيرة، هي البطاقة مسبقة الدفع ولا بطاقة الائتمان والبطاقة الذكية؟ لا هي البطاقة الذكية. البطاقة الذكية دي اللي أنا بستخدمها الفيزا اللي بحطها في مكنة ATM وابتدي أسحب بيها. يمكن تخزين المعلومات احنا قلناها. رقم 11 من مزايا الدفع الالكتروني ان انا لما احط الفيزا ابقى ماشيه بفيزا والفلوس في الفيزا والحكايه سهله وطبعا عشان الحراميه والحاجات دي، فحضرتك الدفع الالكتروني مزايا ان هو السهوله وفي الاستخدام. طبعا مش هينفع معايا الصعوبه، مش هينفع معايا عدم الامان. يبقى تلاقي حتى في الامتحان لو حضرتك وقفت قدامك كلمه فانت تنقي الكلمه اللي هي لايقه على الكلام.
نيجي بعد كده رقم 12، أوامر الدفع موجهة للإدارات أو الإدارة العامة للحسابات بوزارة المالية، بيتم صرف فلوس من وزارة المالية. ده كان فيديو مبسط أوي فيه مجموعة بسيطة 3 أسئلة من أسئلة النظري. أشوفكم على خير في فيديو قريب قوي عن المواد العملية. هنبتدي بس من القيود عشان احنا في فيديوهات سابقة ما لحقناش نشرحها. أشوفكم على خير، يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.